اول راجل في الوطن العربي يعلن انه حامل. انا بصراحه مش عارف اقول الفيديو ده ولا عارف مراته هتشوف ازاي اصلا. احمد الفاتح شاب جزائري عمره 28 سنه، معروف على السوشيال ميديا بقصه غريبه ومثيره للجدل. احمد كان قبل كده راجل عادي بس عمل عمليه تحويل جنسي. تيجي ازاي دي؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول ايه. طيب احمد سافر امريكا وهناك شاف الحريه وقرر ان هو يولد. اي والله. طبعا احمد راح للدكتور وقال له ركب لي رحم صناعي. حسبي الله ونعم الوكيل في امك يا شيخ. يعني غير من راجل لست، وبعد ما تحول قرر ان هو يعيش الحياه بحريه اكتر. تخيل ان هو في 2023 اتجوز راجل زيه. واحمد كعادته قرر يعمل تجربه غريبه جدا، بيبقى اول راجل في الوطن العربي يطلع ويقول انه حامل. الامر غريب جدا، وكان دايما متابع مع دكتور لانه طبعا كان حامل عن طريق التلقيح الصناعي، وطبعا كان بينشر كل حاجه على السوشيال ميديا. احمد بقى ينزل فيديوهات له كل اسبوع وهو واقف قدام المرايه ويحط ايده على كرشه ويقول انا في الاسبوع ال27 البيبي بيخبطني ببطني. والله انا محروق من الفيديو ده، انا مش عارف مراتها هتتفرج عليه ازاي اصلا. من مراحل الحمل للوحم والتعب وحتى تحضير الولاده. في الاخير احمد فعلا خلف وجاب بنت وسماها مايا، وده طبعا حصل بعمليه قيصريه. وفي اللحظه دي كان فرحان بقى جدا وكان بيطلع يشارك كل حاجه معاها للناس. بس للاسف بعد الولاده حاله احمد الصحيه اتدهورت بسرعه بسبب مضاعفات الولاده. اي والله مش بهزر. راح انا محروق اتكلم في الموضوع ده كتير، وهجيب لك خلاصه الموضوع. احنا اتربينا ان الراجل سند، مش ان الراجل يبقى حامل ويسند بطنه بايده. بقى النهارده الراجل والست لا مؤاخذه في مكان واحد. بصراحه اللي عمل احمد الفاتح مش شجاعه ولا مغامره جديده، ده بصراحه سخافه وعدل على خلقه ربنا اللي ربنا خلقنا بيها. وكل ده علشان تبقى ترند على السوشيال ميديا وتعمل حاجه محدش عملها في الوطن العربي. احمد للاسف مات وساب لنا ترند مش عايزين نسمعه ولا يتكرر تاني. في الاخير انا عمر عيد، سلام.